اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد. يلا حبابنا، بلا ما تطيبي وبلا ما تشحري، عيل الحقي وعمري خبزي في الفران. جبت لك واحد البريوات ساهلين بواحد الحشوه رائعه وغزاله، وجربوهم وشوفوا الفيديو للاخير غادي يعجبكم. وبابسط ابسط الاشياء اي واحد يقدر يفرح وليداته في هذا الشهر الكريم ان شاء الله. يلا خليكم مع الوصفه. يلا حبابي، هنايا على بركه الله نبدا. كناخذ واحد الجزره او خيزو، يعني كنبشرو. المهم هنا الخضر اللي بغيتو، ولكن الا درتو بحال هاد الوصفه غتجيكم غزاله 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 بزاف. انا كفكره درتها لكم بلا ما نطيب ولا نشحر ولا حتى حاجه. انا كل شيء غادي نطحنو، وغتشوفوا اشنو غادي نطحن واشنو غادي ندير، وغادي نطيب بريوات اللي كيجيو رائعين وكيجيو غزالين وكيجيو بنينين وفي منتهى الروعه. يلا هنا بلي بشرت هذيك الجزره ولا ديك الخزوه، انا غادي نجيب الفطر. هنايا انا عندي فطر طازج، وانتم تقدروا ديروا هذاك الاسود، ديروا فيه شويه الماء حار وتخليه واحد ربع ساعه حتى ينفش، يعني تيكبر وتقطعوه. ولا ديروا المعلب اللي بغيتو، كل واحد اشنو كيدير. انا خديت هذا قطعته عشوائي لان كلشي غادي يطحن مع بعضياته. الفطر انا كيعجبني الفطر هذا الطازج، كيعجبني بزاف 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 كيعجبني. يلا هنا غادي ناخذ واحد 4 فصوص ديال الثوم، غادي نقطعهم تما عشوائيين. جربوا هاد البريوات راه كيجيو غزالين وساهلين ورخاص. انا خديت شويه تاع الزيتون، هذا اختياري، يمكن لكم ديروا الشعريه الصينيه، انا متوفرش عندي. انا خديت واحد الصدر ديال الدجاج كبير سوا قطعته عشوائي. يعني كلشي غادي يطحن وغتشوفوا الطريقه وغتشوفوا الروعه والجمال كيفاش غادي يجيو هاد البريوات اللي كيجيو اكثر من رائعين. يلا تبعوني ونشوفوا اشنو غادي نديروا باقي المكونات. على بركه الله انا كناخذوا داك الصدر ديال الدجاج وغادي نزيدوا عليه ديك الثوم وغادي نطحنوا الكل هادو من الاولين. غنطحنهم شويه. الدجاج ديالنا ياخذ واحد يطحن شويه. على بركه اي طحانه عندكم، اي حاجه كطحنوا بها ديروها، اي ماكينه. يلا غادي ملي غادي نطحن الدجاج انا غادي نزيد عليه ديك الخضار اللي قطعت قبل، وغادي نطحن كلشي مع بعضو اللي كيجي واعر واعر. عرفتي الخلطه ما شاء الله جات رائعه. يلا هني داك الجزر وداك الفطر وداك الزيتون. ويمكن لكم ديروا الشعريه الصينيه هي تزيدوها، كتعطي واحد النكهه واعره واعره الا كانت عندكم متوفره. انا ما عنديش. المهم هذيك كفكره، وانتم ديروا الخضر اللي يعجبكم. تقدروا ديروا بدل ديك الدجاج ديروا المفرومه، يعني ديروا الكفسه. يلا هنا غادي نطحن الكل مع بعضو، كيعطيني واحد الخليط اللي غادي نزيد عليه واحد البهارات غزاله. هنا زدت شويه الفلفل الحار، من عشاق الحار يقدروا يزيدوا الهريسه، تزيدوا الحار. اللي عنده الوليدات يقدر ما يديروش، كل واحد على حسب الرغبه والاختيار. يلا هنا ملي غادي تطحن غادي نشوفوا البهارات اشنو غادي نبحروا. حتى البهارات كيبقاو اختياريين، لكم الاختيار في البهارات، ولكن كفكره خذوا هاد البهارات كيجيو واعرين وكيجيو غزالين. انا حقاش في الدهون ما كناكلش اللحم، انا درت هاد الفكره ديال الدجاج كتجي زوينه. وان شاء الله راه صورت واحد المسمنه كبيره في الفرن حتى غنحطها لكم. روعه روعه روعه، جات فن بزاف ماشي شويه، وجات كثير كثير غزاله. يلا هنايا غادي نحط هذاك الخليط كامل. المهم ما كنلقاش كيفاش نصور باش ندير لكم الحلو المغربي. انا كنعرف كثير ديال الحلو مع السلات واي شيء. مع السلا كنعرف ليها وكتجي غزاله، ولكن ما كاينش كيف ندير، سمحوا لي. يلا هنا غناخذ واحد صفر بيضه. هنا صفر بيضه باش نجمعوا داك الخليط. هنا غادي ناخذ شويه ديال الفلفل الاسود، وهنا غادي ناخذ شويه البابريكا، ونسيت سكينجبير تا هو تاخذوا سكينجبير. يا لا لا درتو ها هو هنايا فلفل سكينجبير، زنجبيل مطحون. وهنا غادي ناخذ الصويا صوص المعتدله. زوينه هاد الصويا صوص، واعره 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 بزاف، كاينه هنا في فنه. وهنا غادي ناخذ شويه الملح، ما غاديش نكتر لان الصويا كتكون شويه فيها الملح، ما غاديش نكتر، على حسب الرغبه. كاين اللي كيبغي الاشياء مالحه، كاين اللي ما كيبغيش مالحه، كاين اللي كيبغيها ناقصه. هنا شويه بودره الثوم وشويه بودره البصل، شويه ناخذ النكهات. وهنا غادي نخلط الكل مع بعضه. واحد شويه تاع البيض راه باقي، غادي نعقب نزيد ننزلو. ها هو، وغادي نخلط كل شيء مع بعضه باش ينسجم ليا داك الخليط. ما شاء الله ما نقولكمش ريحتها كانت طالعه رائعه وزوينه زوينه، وفكره بسيطه جدا جدا جدا. اي واحد يقدر يفرح وليداتو في السفره، يدير لهم اي شيء.
هادوك على حساب الجيب تنقولوا، كل واحد على حساب المقدوريه ديالو. هادوك فكره زوينين وكيجيو رائعين وكيجيو فنين، نحطهم في السفره او في المائده ديال الافطار ان شاء الله. الله يدخلنا على الشهر علينا وعليكم بالصحه والعافيه والرزق الوفير يا رب. هنايا غنبدا انا عندي هنا ورقه السنبوسه، وانتم يمكنكم كديروا ورقه البسطيله، واللي ما توفرش عنده هذا الشيء كامل يقدر يعجن عجينه المسمن ويصايبها بحال هذا الشكل. المهم انا غادي نقلف، انا هنايا نكلف. يلا غادي نبقى نلف نلف نلف، في الاخر غادي نلف وغادي نخبز كم حبه، لان غنديروه في الفريزر ان شاء الله. يا ربي الكريم نديروه نعود نحطو نفطرو به مره مره. المهم هنا كنلقى شي ورقات مقطعين كنحيدهم. حنا عندنا حنا ساهله هاد اللفه. هاد الورقه ما درتش فيها الزيت لان هي اصلا فيها الزيت، تيكون فيها الزيت، تتكون ديجا هي فيها الزيت بلا ما نكثروا حنا الزيت. حنا كنحاولوا باش مابقاوش ناكل اليدام كثير. وهادو غادي نخبزهم في الفرن اللي كيجيو فنين وكيجيو رائعين زوينين. يلا غادي نبقى هنا نلف، سنتلاقى معكم ملي غادي نخبزوهم. يلا هنايا انا غندير شويه نسرع الفيديو وغادي نبدا نلف فيهم. وراه لفيت واحد الكميه كبيره. غنوريكم على شويه ماشي كلشي. هنا راه الفيديو كان سريع، ما عرفتش علاش كيفاش ما جاش سريع، كنت سرعت الفيديو. جربوا هاد الوصفات اللي كندير راهم زوينين زوينين زوينين. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي فضلا منه يدير لنا اشتراك ويدير لنا واحد التعليق زوين بحاله، ويدير لنا واحد الابوني، قلنا اشتراك ديال الابوني باش تعمل فائده، ونشر لنا القناه ديالنا بالاهل والاصحاب ان شاء الله يا ربي. بكم رحنا غادي لقدام. شكرا لكم كثير 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 على المتتبعين القدام ديالي اللي كانوا معايا من اول ما بديت المشوار الى حد الان، وشكرا على المتتبعين اللي كيتبعوني جداد، وشكرا حتى المتتبعين اللي كيشوفوا الفيديو وما كيديروش اللايك. شكرا لهم، ونتمنى ان شاء الله هذه الخطره يشوفوا يديروا لنا اللايك، لان باللايك راه كينتشر الفيديو تيبان في اليوتيوب. ان شاء الله بغينا هذه القناه ديالنا تنجح، وجميع القنوات وجميع ما كيدير شي محتوى نظيف ان شاء الله بغينا ينجح يا ربي الكريم. يلا هنا غادي نبقى نلف فيهم حتى نكملهم، ولكن ما غنشاركش معكم اللفان كامل، غير شويه. وفي الاخر غادي نلف ان شاء الله كلشي وغادي ندخلو للفريزر ونخليها شي وحدين. هادو غير شويه اللي لفيت قدامكم، ولكن انا الحليه ما شاء الله كثير كثير سويت كثير، يعني صيبت كثير. يلا في واحد الطاوه اللي غندخلها للفرن غندير واحد شويه تاع الزيت ماشي كثير، لانهم قلت لكم راهم مزيتين، وغادي ندهنها. المهم اصلا عندي هاد الطاوه ما كتلصقش، هاد الصينيه ما كتلصقش. يلا غنحط كم بضعه كم وحده وندخلهم. شفتوا ما كندهنهم لا بزيت لا والو، كيجيو ناشفين وكيجيو غزال. وديك الحشوه كطيب في الفرن، كنخبزهم من التحت وبعدين كنشعل عليهم من الفوق. واخا ما درت لهمش الخبيز هو هذاك كنزربانه. المهم الخبيز ديالهم راه كيجيو حمرين وكيجيو مقرمشين وكيجيو غزالين بزاف. وعرفتي ديك الحشوه طابت جات فنه وجات الريحه ديالها رائعه رائعه. يلا هما بعد ما خرجتهم من الفرن انا غادي نفسح واحد الوحده قدامكم باش تشوفوا راه الحشوه كطيب لداخل ما شاء الله، جو فنين فنين بزاف. يلا دائما شوفوا الحشوه كي دايره ما شاء الله، طابت وجات واعره واعره وجات لذيذه في منتهى الروعه وجات بنينه. يلا حبابنا شكرا على المتابعه، شكرا شكرا كثير كثير على المتابعه. كنشكركم كثير وكنتمنى لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله يا ربي، بالصحه والعافيه وانتم اولادكم والرزق الوافر يا ربي. يلا دمتم في امان الله وحفظه. نتلاقاو في شي وصفه ثانيه بحول الله.